اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيهم في أوضة العمليات بيعمل عملية خطيرة المسؤول كبير في الدولة بعد محاولة التخلص منه. كل اللي في المستشفى شغالين والأمن مالي المستشفى وبراها منعين دخول أي حد أو خروج أي حد، وخصوصا الصحفيين. الدكتور ماهر كان واقف برا المستشفى والأمن كان منعين دخوله أو دخول أي دكتور أثناء إجراء العملية. وبعد شوية جه اتصال لماهر، بعد شوية عن الزحمة، وقف على جنب وفتح تليفونه. قالوا يا نسرين في ايه؟ حضرتك اتأخرت عن ميعاد العملية قوي، راحت عليا نومة من سهرة امبارح، ومن حظ الزفت واقف تحت قدام المستشفى مش عارف ادخل من ساعتين. اصل حصلت مشكلة والدكتور ايهم والدكتور شادي دخلوا هم وعرف. اخلص يا نسرين ما تقوقوش كتير. عفريت العلبة ده عمل ايه؟ قرأ تقرير المريض وعرف ان العملية زايدة، لكن في اوضة العمليات شاف الاجهزة وسأل دكتور البنج وعرف انها عملية نقل كلى. حول الاسم كله للتحقيق بما فيهم حضرتك. هو ازاي اتدخل؟ العملية المريض عندي، انا اللي بباشر علاجه على مسؤوليتي. ما اعرفش، انا ما صدقت اعرف ارن على حضرتك. اتصرف وخرجنا كلنا من المصيبة دي قبل ما نتحول للمباحث زي ما قال. هو عاوز مني ايه؟ كل مصيبة يكون ايهم ورا كل اللي بيحصل لي. قفل معاها السكة وفضل واقف يفكر هيعمل ايه. في غرفة العمليات الاعصاب مشدودة والارهاق سيد الموقف. الدكتور شادي اتكلم وقال: ايهم، بعد اليوم المرهق ده لازم ناخد اجازة كام يوم، ارحمنا وارحم نفسك، بقالك شهرين ما اخدتش اجازة. اما الدكتور جاسر: الفريق كله ياخد اجازة، ده لو احنا في معتقل كانوا رحمونا يا ابني، انت راجل عازب حر في نفسك، احنا ولادنا وحشونا. اما الدكتور محمد: انا نسيت ملامح ولادي يا مفتري، ارحم ترحم. رئيسة التمريض اتكلمت وقالت: انا قربت انفصل يا دكتور عن جوزي، انا تقريبا مش بروح البيت، ولادي وجوزي تعبوا. وفي ممرضة تانية اتكلمت: ربنا يخليك يا دكتور، حتى يوم واحد اجازة نفسح فيه العيال. ممرضة تانية: خطيبي هيفشكل الخطوبة، شهرين ما شافنيش وبيقول لي كده واحنا مخطوبين، بعد الجواز هنتقابل ازاي؟ قلت له هقدم طلب للدكتور ايهم مختوم من 2 موظفين. شادي رجع يتكلم وقال: لا كده كتير، طب عبرنا قول حاجة. اما جاسر: انا نسيت الكلام معاك، بقيت زي الاخرس من قلة الكلام. والممرضة: طيب بلاش اسبوع كتير، خليهم 5 ايام. الممرضة التانية: طيب بالنسبة لأجازة الفرح بتاعي ممكن تزودها لي يعني اسبوع. جاسر رجع اتكلم وقال: اسبوع يا مفترية، ده انا عطاني يومين والتالت حولني للتحقيق. ايهم رفع ايده وقال: الحمد لله خلصت. ايهم بصلهم وقال: الاداء كان اوفر قوي. وانت يا صفاء مخطوبة من امتى؟ مش العملية اللي فاتت كنت هتطلقي؟ ادائك نزل يا ماما. وانت يا حنان فين الاقناع؟ جوزك والولاد ها؟ اقنعيني يا ماما. وانت يا شادي ولادك نسيت شكلهم؟ اوفر وحاجة كده مش راكبة عليك. اتجوزت وخلفت امتى؟ وانت يا سي جاسر نسيت الكلام؟ انت واخد جايزة اكبر رغاية في مصر وافريقيا. كل الفريق ردوا وقالوا: المهم الاجازة اسبوع. هما يومين اجازة وبس، حرام عليك والله، الاتفاق اسبوع. الاداء اوفر وما عجبنيش. امنية رجعت البيت وكانت فرحانة علشان ما كانش فيه حد موجود. دخلت اوضتها وحطت اللي في ايديها على السرير بفرحة وسعادة ما تتوصفش. وقعت ورقة على الارض، اخدتها وقرتها، وكان مكتوب فيها: كان نفسي اشوف الفرحة اللي في عيونك دلوك، اكيد الفستان حلو لما لبستيه. عاشق عاشق، ايه الكلمة الحلوة دي؟ بس لو اعرف مين ولا اشوفه مرة واحدة اني هتجنن واعرفك يا سي عاشق. بس ليه بيعمل كده؟ ليه مش بيظهر ويوريني نفسه؟ وشوية وباب الأوضة اتفتح، خبت اللي في ايديها ودخلت اختها امل. سلام عليكم.
ايه يا بنتي ماسكة الشنطة دي ليه؟ انت خارجة تاني؟ لا، مش خارجة، بس لسه راجعة من بره، وهغير هدومي واريح شوية قبل الغدا. مش عاوزة حد يصحيني لحد ما ماما ترجع وتجيب الغدا معاها. لا، احنا معزومين على الاكل عند عم نجيب. ازاي معزومين؟ ومن متى بيسمح لنا ندخل السرايا وعلشان ناكل معاهم كمان؟ انت بس اللي مش بتروحي، لكن انا ونجيب وماما على طول بناكل معاهم. ما انت عارفة ليه مش بروح هناك؟ ايه اللي جاد خلى البيه يتكرم ويعزمني؟ ما عارفش، ماما اتصلت وانا بره وقالت هاتي امنية وتعالي البيه عازمنا. لا، روحي انت وانا هاجي بعدين، انت حرة، بس تلقي وعدك من بابا لما يعرف انك مش عاوزة تروحي. امنية بتفكير علشان فعلا ممكن يعاقبوها وما تقدرش تروح حفلة خطوبة بنت الدكتور بتاعها في الكلية. لا خلاص، جاية معاكي، بس نغير هدومنا. تعالي يا شيخة، نغيروا ايه بسرعة، ماما هتبهدلنا. راحوا هما الاتنين السرايا، لقوا الكل قاعدين على الارض حوالين صينية اكل كبيرة. امنية وامل سلموا عليهم. امهم قالت تعالوا يا بنات هنا جنبي وجنب ابوكم. نجيب قال يلا بسم الله، الاكل ريحته تفتح النفس. واللمة الحلوة دي قعدت امنية جنب ابوها بتبص للاكل، والكلام مسك ومي طول الاكل بغيظ. كانت بتتكلم جواها وبتقول نقعدنا جنب بعض كأننا جربة، وست مسك قاعدة هي والدكتورة كأنهم برنسسات بتضحك من جواها على كلام مسك. مسك اتكلمت وقالت ده أجمل يوم مر عليا من زمان قوي، ما تجمعناش كلنا كده. شكرا يا مي انك السبب في لمتنا الحلوة دي. العفو يا قمر، بس صاحب الفكرة عمو نجيب مش أنا. أمل ردت وقالت بجد فكرة حلوة، الأكل في الهواء الطلق تغيير صحي ومفيد. أمنية قالت عندك حق، وخصوصا لمسك لأنها مش بتخرج، ومتهيجلي دي أول مرة من سنين طويلة تقعد في الجنينة. متهيجلي مسك إن خرجت برا الجنينة ممكن تتوه. نجيب بص المسك اللي جريت بسرعة بتبكي من كلام أمنية، راح وراها هو ومي. أما أمل وروحية فضلوا يعاتبوها وسابتهم ومشيت، وكانت فرحانة وسعيدة لأنها خلت مسك تبكي. مي استأذنت من نجيب إنها تدخل وراها الأوضة، لقيتها قاعدة على الأرض وضم ركبتها لصدرها وبتعيط. قربت منها واتكلمت وقالت عارفة، بالرغم من كلامها الجارح إلا إنها فتحت لك باب تقدري تتنفسي منه، باب أمل إنك تواجهي الدنيا، إنك تتبعي حياتك من غير خوف. نقدر نقنع والدك إنه يخرجك. أنا مش زعلانة منها، هي طول عمرها كده مش بتحبني، أبقى سعيدة دايما تنهي فرحتي. بس فعلا أنا تعبت وزهقت من الجدران دي، عندي 18 سنة معرفش أخرج الجنينة لوحدي. فعلا دي أول مرة بابا يسمح لنا ناكل في الجنينة من وقت وفاة ماما. مسك أكتر حاجة نفسك دلوقتي تتمني إنك تعمليها إيه هي؟ حاجات كتير، نفسي أخرج برا جدران السرايا، نفسي أشوف بلدي اللي عايشة فيها. تعرفي أنا بخرج أيام الامتحانات بتمنى أشوف الخضرة والزرع، نفسي أشوف البحر، أمشي على الرمل والموج يضرب رجلي وأجري على الشط من الفرحة. لما بشوفه في التلفزيون بحلم إني أعيش اليوم ده. نفسي أشوف الأهرامات وأتصور جنبها وأنا بطلع على صخورها. نفسي أشوف الملاهي وألعب وأكل غزل البنات زي الأفلام، وألعب وأصرخ من الفرحة زي الناس اللي بشوفهم في الأفلام. نفسي في حاجات كتير قوي، نفسي أعرف أرد على كلام أمنية اللي بتجرحني بيه، ولما أشوف حد غريب ما خافش وأعرف أتكلم. يا مسك، أحلامك بسيطة قوي وصعبة قوي لأن بابا مش هيوافق عليها. خبط الباب، دخلت روحية بتتأسف على اللي بنتها عملته وقالته دادا هو نجيب بيه موجود فين؟ في المكتب يا دكتورة، وطلب حضرتك تروحي له بنتيجة التحليل. خرجت مي بعد ما ودعت مسك وراحت لنجيب في المكتب. ممكن اخد من وقت حضرتك 10 دقايق بعد اذن حضرتك وبعدين نتكلم في نتيجة التحليل. طلعت تليفونها وحطيته قدام نجيب على المكتب. مهما اتكلم واشرح اللي موجود هنا مش هقدر اوصلك الاحساس والمشاعر اللي هتوصل لحضرتك بعد ما تسمع الكلام ده.
وفي حاجة مهمة جدا جدا، ومهما بلغنا في الحفاظ على اللي بنحبهم وبنخاف عليهم، مصيرهم هيجي اليوم اللي يواجهونا فيه فتحة مي التليفون وسماعة نجيب كلام مسك وأحلامها. دي أحلام بسيطة جدا كلها نقدر نعملها المسك ونخرجها من اللي هي فيه. غمض عينيه وهز راسه وقال: ممكن تشرحي لي نتيجة التحليل؟ الحمد لله، في كتير من التحاليل نتيجتها كويسة إلى حد ما، بس في تحاليل هنضطر نعيدها ونعملها في معامل متخصصة. أسفة للي هقوله، بس دي تحاليل لازم تتعمل في أسرع وقت علشان نلحق ناخد علاج يوقف انتشار المرض. نجيب بلع ريقه بصعوبة وخوف هز جسمه. دكتورة مي، فاضية مية نخرج مسك من دلوقتي لو تحب، بس ممكن بعد إذنك نخليها تختار تحب تروح فين. وعندي طلب صغير، إن حضرتك تسمح لها تخرج لوحدها من غيرك أول مرة بس، علشان تقدر تاخد حريتها وتقدر تتعامل من غير حرج ولا خوف منك. أنا بقترح نفسحها في المركز ونشوف رد فعلها إزاي لما هتتعامل مع الناس، وهتتقبل إزاي فكرة خروجها خارج العالم بتاعها. تمام، بس نستنى كام يوم لما نجيب الصغير يجي البلد وأكون مطمن عليها أكتر. تمام قوي، ممكن حضرتك اللي تقول لي مسك وتفرحها، يعني بقرار حضرتك. حاضر. التحاليل مطلوبة ميتة بالظبط، وعلاجي اللي هقدر أخده. يا بنتي أنا سني كبر، يعني مفيش علاج نقدر ناخده يوقف أي شيء. ما تقلقش حضرتك، في حالات كتير نجحت إنها تواجه المرض. مشيت مي ونجيب راح لمسك، لقاها نايمة على السرير وبتعيط. قرب وقعد جنبها. ممكن تبطل عياط وتقوليلي على كلامك مع مي؟ بابا أنا أسفة إني زعلتك بكلامي مع مي. أيوة أنا زعلان، بس إنك ما جيتيش قلتيلي. للدرجة دي خايفة مني؟ بابا أنا مش خايفة من حضرتك، أنا خايفة ترفض كلامي وأحلامي، خايفة بكرة يجي عليا وقت ما اقدرش أواجه. حضنها بحنان وقال لها: ليه ما قلتليش على اللي نفسك فيه؟ ليه خايفة؟ أنا خوفي عليكي هو اللي وصلني أنا بعيدك عن الدنيا كلها، أحرمك من أبسط حقوقك. بس نسيت أهم حاجة، نسيت تعلمني إزاي أواجه، إزاي أدافع عن نفسي. ما حرمتنيش من الخروج وبس، حضرتك حرمتني إن أعرف أرد على أي كلام لو توجه لي. نفسي ما خافش لما أشوف ناس جديدة، إن أعيش أبسط يومي من غير خوف، أكل اللي نفسي فيه، ألعب أي لعبة من غير خوف، لا نجرح ولا يحصل حاجة. نجيب كان ندمان على كل اللي استحملته مسك طول عمرها. اسمعيني يا مس، بعد بكرة هتخرجي مع نجيب ومي للبلد والمركز، وكم يوم وهنسافر القاهرة نزور الملاهي والأهرامات. ولا تحب نروح اسكندرية ولا الساحل نقضي يومين؟ لا، الملاهي، وبعد الامتحانات نروح البحر وأماكن كتير نفسي أشوفها. بس ليا شرط واحد لكل ده. شرط ايه؟ هتلبسي النقاب قبل ما تخرجي من البيت. حاضر، موافقة، ده شرط سهل قوي. فضلت بعدها تتكلم مع أبوها عن كل اللي هتعمله في يوم أجازتها وسط حزن نجيب على حرمانه لبنته من الخروج. جابر زي عادته كان سهران في قهوة سماسم الرقاصة هو وأصدقائه وسليمان أخوه. سليمان قال له: بعدها لك يا جابر، هتفضل كده جالب وشك؟ حصوليه خلاك كده؟ رد رجب وقال: ما تحكي لنا يمكن نلاقي حل. سليمان اتكلم مرة تانية: حاجتيه دي اللي تخليك متقدر وجالب وشك؟ هو فيه غيره؟ نجيب ابن عمك كلم رجب وقال له: من بكرة تكلم عادل وسمير وسيد يروحوا النجيب يتقدموا لبنته ويجي يقول لي رد عليهم بإيه. أما سليمان: عادل وسمير وسيد دول مين دول اللي تقدموا لبنت نجيب واحنا أحج؟ افهم الأول وبعدين اعمل غاغة، لازم يعرف الفرق بينه وبين اللي تقدم. سكت وعدل قعدته، وبعد شوية سماسم قربت من مكان قعدتهم. أما سليم ابن سليمان فده مهندس مدني عنده شركة صغيرة هو وزميله بعيدة عن أملاك أبوه، مفيش حد من أهله يعرف بيها غير رحاب بنت عمه وحب عمره وكاتمة أسراره، هي الوحيدة اللي عارفة وكمان بتشتغل معاه.
كانوا عاملين اجتماع مع الموظفين علشان يرتبوا الشغل، وبعد ما خلصوا وكل الموظفين مشيوا، سليم اتكلم وقال: رحاب، متعمي هيوافق على خطوبتنا. انا تعبت، وخصوص اليومين دول، وحكاية خطوبة بنت عمي نجيب والورث وكلام ابويا والحاحه ان واحد فينا يتجوزها، وانت ممكن توافق على الكلام ده وتنسى اللي بينا عشان الورث؟ لا يمكن ابدا. انا قطعت الكلام مع ابويا اللي متمسك برأيه ان واحد فينا يتقدم ليها، وعم جابر هو كمان مصر على نفس الحال. لا مش معقول بابا يعمل كده وهو عارف بحبنا من واحنا صغيرين، اكيد وراه سر. رحاب، لو عم تنو متمسك برأيه انا هاخدك ونمشوا من البلد ونتجوز، ودينا عندنا مشروعنا مش محتاجينهم في شيء. انا معاك على الحلوة والمرة، بس نحاول مرة كمان. لو بابا رفض انا هفهم ماما الكلام ونسيب البلد ونتجوز ونكبر مشروعنا. قرب منها وقال: متى بس ينقفل علينا باب واحد وتكوني مرتي. رحاب كسوف هانت يا سليم. ايهم رجع بيت جده ومعاه شادي. ما لسه بدري يا دكتور، رجع لي وش الصبح ولا هين عليك تتصل تطمني؟ شادي همس لأيهم: هو جدك قلب على مراتك ليه كده؟ اصبر شوف الوصلة اللي جاية. سلام عليكم يا جدو، هو حضرتك ما تابعتش الأخبار ولا إيه؟ وأنا من إمتى بتابع الأخبار بالليل؟ هو أنا ناقص عكننة؟ مش كفاية الشغل وحضرتك اللي المفروض قاعد معايا تونسني وتاخد بحسي، بس للأسف مش بشوفك إلا صدفة. لا مش كده وبس، ده أحيانا كمان بقدم طلب إنك تتكرم وتيجي الفيلا. يا ابني حرام عليك صحتك، لازم تهتم بنفسك وتتجوز وتخلف عيل يونسني. لكن طول ما انت كده مش لاقي اللي تلمك هتتأخر وتعمل اللي انت عاوزه. شاد اتكلم. يسلم كلامك يا جدو، خليه يتجوز، وانا كمان من رأيك بلاش انت تتكلم يا اخويا. ما انت خايب زيه مش متجوز وعايش عال علينا اكل ونوم بعد ما امك ما طردتك من البيت لانك رافض تتجوز. ايه ده؟ انت قابلت امي فين؟ هو ده كل اللي همك يا ابني؟ انتوا كبرتوا، قربتوا على 30. انا في سنكوا كده كنت متجوز ومعايا 3 ولاد، وابوك وهو في سنك كان مخلفك انت واخواتك. سكت الجد فجأة هو وشادي بعد ما سمعوا هما الاتنين صوت شخير. بصوا على الكنبة لقوا ايهم نايم في سابع نومة. لا حول ولا قوة الا بالله. الواد نام ومعبرنيش. بيبص لشادي لقى راح هو كمان في النوم. وبعد يومين جه نجيب الصغير. اتصل نجيب الكبير على مي وقال لها تحضر نفسها علشان تخرج مسك. حاضر يا عمو، هاجي انا واخويا الصغير بعد اذنك يعني، لان ماما سافرت تنهي شوية اوراق مهمين تبع شغلها. تمام، بس سنه قد ايه؟ ده عنده 12 سنة يا عمو، ما تقلقش. وبعد شوية جت مي ومعاه اخوها سيف. اتعرف نجيب على سيف وحبه جدا. جت مسك رفع النقاب علشان تسلم على مي، وفجأة سمعوا صوت صفارة عالية. لقوا سيف واقف بيبص على مسك وبيصفر بانه معجب بجمالها. واو، ايه القمر ده؟ انت حقيقية كده ولا ملاك نزل من السما؟ اكيد انت سيف صح؟ ده انا طلعت مشهور بقى وليا معجبين حلوين. نجيب الصغير اتكلم وقال: سيف يا حبيبي، انت متأكد انك طفل؟ ايه يا ابني ده انا اتخرجت من الجامعة وما اقدرش اقول نص كلامك. دي قدراتي يا حضرت. ابقى تعالى يوم افضلك نفسي واعلمك. كلهم ضحكوا على كلام سيف وخرجوا مع بعض. نجيب كان بيبص على مسك اللي بتترعش بخوف وتوتر. وبعد شوية ركبوا العربية وراحوا للمدينة. حست وقتها براحة. وسيف اللي قدر يطلع مسك من التوتر والخوف. مي قالت لها: مبسوطة يا مسك؟ مبسوطة دي كلمة قليلة، أنا فرحتي عاملة زي الأعمى اللي فضل طول عمره مش بيشوف وفجأة فتح. وفضلوا يتمشوا لحد ما تعبوا. شاورت مسك على مطعم وقربت علشان تطلب اللي هي عايزة تاكله بفرحة غريبة. سيف قال لها: يا بنتي اللي يشوفك وانت بتاكلي الفول والطعمية بالطريقة دي يقول بتاكلي كباب وكفتة، دول عندي أحسن من كل الأكل اللي في الدنيا. نجيب، أنا عاوز أشرب عصير قصب وأروح المولد. عصير القصب ممكن، لكن المولد مش ممكن، ده زحمة جدا
وكمان عمي نجيب مشترط علينا بلاش الأماكن الزحمة، ونرجع قبل المغرب، يا دوب نلحق نفرجك على المحلات ونرجع بسرعة علشان نستعد للسفر، علشان فسحة الملاهي. الله، ملاهي؟ أنا فيها السفرية دي، هي إمتى؟ لا يا أستاذ، حضرتك عندك مدرسة، كفاية عليك النهاردة. مي وحياتي عندك، تخلي الصيف يجي، ده لذيذ وأنا حبيته قوي، وكمان علشان الرحلة دي تكون دافع ليا للمذاكرة. علشان خاطرك انت بس يا مسك، هحاول أقنع ماما. هنسافر إمتى يا أستاذ نجيب علشان أقدم على الأجازة من المعمل؟ إن شاء الله بعد بكرة هنسافر كلنا زي ما مسك طلبت، بالقطر. يا وعدي، انت عسل قوي يا مسك، أنا بحب القطر قوي، ده أنا حبيتك أكتر من الأول. يا ابني يا حبيبي بس اسكت، بكلامك ده بتخليني اتحسر على نفسي. ضحكوا كلهم واتفقوا على ميعاد السفر للملاهي والأهرامات. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. يا ترى مسك هتقابل أيهم ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في حكاية جديدة قريب إن شاء الله.